رد غير مباشر من شيرين بيوتي لألونا. تعالوا احكي لكم القصة. ألونا طلعت بمقطع وحكت انها رح تعطي من متابعينا من منتجات هي ما حبتهم او ما استخدمتهم، من بين هالمنتجات كان منتج نارين بيوتي بامبان ومنتج نور ستارز عطر نفس. فقامت شيرين بالرد بطريقة كتير ذكية وغير مباشرة، فطلعت بفيديو وحكت انها رح تفتح طلبيتين، طلبية من عند نارين بيوتي وطلبية من عند نور ستارز. طبعا حكت انه المتابعين هلا رح يسألوني انه ليش ما بتقلي لهم يبعثوا لك اياها مباشرة، فحكت انه هي بتحب توصي من الموقع مباشرة، وحكت انه هاي المنتجين ما فيها تستغني عنهم ابدا ابدا، وكل ما يقربوا يخلصوا هي لازم يكون عندها طلبية منهم. فالناس والتعليقات صارت تحكي انه هذا رد بطريقة كتير ذكية وبطريقة كتير غير مباشرة على ألونا. شو رأيكم بتصرف شيرين؟ وهل برأيكم مثل ما حكوا المتابعين انه رد بطريقة غير مباشرة على ألونا من بعد الفيديو يلي كسر الدنيا وهي عم تتبرع بالمنتجات للمتابعين؟ هلا أنا برأيي الشخصي إنه ألونا ما كانت قاصدة نور أو نارين بيوتي ومنتجاتهم بشكل خاص، لأنه مثل ما انتبهنا إنه في من ضمن المنتجات منتجات وماركات عالمية كمان ألونا حبت تعطيها للمتابعين. فبرأيي إنه تصرف ألونا بشكل عفوي وما قاصدة حدا، والمتابعين هن يلي كبروا القصة والفكرة. أنتم شو رأيكم؟ هل تصرف ألونا عفوي أم لا؟ وشو رأيكم برد شيرين؟ اكتبوا لي بالتعليقات وتابعوني. باي.